عليكم اخواتي الزلف الاول. اليوم ندير لكم كيفيه خفيفه ان شاء الله تعجبكم. سمحوا لي على الغياب، كنت مريضه. في بالي ندير يناير، والله خلاص للظروف كنت مريضه. ان شاء الله نخلفها لكم. دوكا عندي كيفيه خفيفه ان شاء الله تعجبكم بالكرنب. حاول خواتات طلبوا لي كيفيات بالكرنب. هاوليك درت الكرنب قطعته هكذا صغير، غليته في الماء والملح، طيبته، بعد صفيته من هذاك الماء. عندي هنا في اللحم مرحي، درتو كيما نديرو البوراك، بصله صغيره مقطعه صغيره، شويه زيت، شويه فلفل، شويه ملح، شويه فلفل كحل. درتو في المقله، قليته هكذا، من بعد درت له شويه معدنوس. هنا عندي البطاطا قليتها، قطعتها هكذا اوفال، حكمت حبه بطاطا وليا نديرها اون غونديل، درتها اوفال هكذا، درتها في القالب هذا المول تاع لاطاغت. درتو كيما لاكيش بصح بالبطاطا، ما درتش لاباط، درتها القاع تاع لاطاغت، درتها بلا بوم دو تير. قليتها وستفتها هكذا، درت البلا، درت شويه مارغرين وشويه لا شابلور. من بعد ستفت هذه البطاطا تو هكذا. دوك نروحو ندوزو كيفاش نكملوها. هنا عندي هذاك اللحم المرحي، نزيد له هذا الكرنب. انا خلاص ملحت، درت فلفل كحل، درت كلش، ما نزيد حتى حاجه. اللي حابه تزيد على حسب الذوق تاعها. انا ما حبيتش نزيد باسكو يجي سوا هكذا. الكرنب مع شويه معدنوس هكذا، نجمعها بشويه بالبيض هكذا حتى شوف هكذا. اللي حابه تزيد الفرomاج لي بورسيون تزيد. ما تديرش بزاف هكذا. ندير شويه لا ليفور فيها باش ما تجيش ثقيله، شويه لا ليفور هكذا. ندير شويه فرomاج رابي في الداخل، شويه برك، ما ديروش بزاف. اذا عندكم الفرomاج بورسيون هكذا هذاك خير. نخليها الباقي نديرو نشبحوها من الفوق فوالا هكذا. ندير هذا داخل هنا زدت لها شويه بيضه، ندير شويه لا شابلور، شويه برك، شويه السوق تاع لا شابلور باش تجبد هذيك الرطوبه تاع الكرنب هكذا. دوكا هذه ستفت هذه البطاطا، دونك ندير جميع المقادير هنا فوالا. نديرها كيما الفونط طارت. هذيك البطاطا درتها كيما الفونط طارت هكذا، كيما لاكيش فوالا. كلشي طيب في طيب، ما كانش حاجه تطيب ولا. نديرها في الفوغ هكذاك 10 15 مينوت حتى ل 20 مينوت، جوست يعقد هذاك البيض فوالا. شوفوا دوك ندير لها شويه فرomاج رابي من الفوق هكذا. الا حبيتي ديري طوماطيش من الفوق ولا زيتون ولا الحاجه اللي تحبي زينيها. فوالا راح نديرها في الفوق، بعد نشوفوها في الطبق تقديم. اخوات اللي في فوالا لا غوسيت تاعي تاع البطاطا ولا الكرنب كيفاش جات. قسمتها هكذا، قسمتها مورسو هنا، شوفوا كيفاش جات كيما لاكيش سوا. هاي قدمتها مع سلطه خضراء مع الطوماطيش، هذا الطرنشه تاع الخيار القارص. ان شاء الله تعجبكم الطريقه تاعي خفيفه بنينه. الى اللقاء الوصفه القادمه ان شاء الله.